السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متابعين يا حلوين. النهاردة بقى هعمل لكم حاجة خفيفة وسهلة جدا، ما توقفكيش في المطبخ. يعني هي دقايق. طاسة البيض بالجبن المشكلة، بطاطس مكعبات زي ما انت عايزة، العدد اللي انت عايزاه. بيض دول 4، عايزين بقى 5 براحتكم على حسب ما تكتروا. ودي جبنة مشكلة، موتزاريلا على رومي على شيدر. يلا بينا بقى نحضر الطاسة في المقلاية. مقلاية على النار، نسيح معلقة سمنة. هي أكلة بسيطة، ولو انتوا اتفرجتوا على الفيديوهات بتاعتي اللي قبل كده هتعرفوا ان انا بحاول اعمل لكم كل اكله تكون بسيطه، ما تقفكيش في المطبخ كتير. داخلين على حر بقى، وقفة المطبخ صعب. اول بس ايه ما تسخن كده، نظبط الطاسه كده معاكي او المقلايه زي ما بتسموها. نحط بقى ايه البيض. عمل ايه؟ عمل فيش. البطاطس حطينا طبعا البطاطس بعد البيض. ونحط بقى ايه الجبنه الموتزاريلا، الجبنه المشكله. بص زي البيتزا كده، شفت البيض تحت؟ دي بيتزا البطاطس. حاجه كده ايه حكايه. بصوا حلوه ازاي. انا غطي عليها، عشان غطينا عليها عشان ايه البيض الجبن تسيح. احنا مغطيين الجبنه بتسيح، وزي ما قلت لكم اكله خفيفه ودقايق وهتخلصوها. ساحت ازاي طاسه ايه حكايه. حكايه. اتفرجوا بقى على الجمال. بيتزا دي ولا مش بيتزا؟ بيتزا ولا مش بيتزا؟ اهي طاسة البطاطس بيتزا اهي. بالهنا على قلوبنا وعلى قلوبكم. ما تنسوش ترنوا الجرس.